تخيل موسم مليان بالمفاجآت، الأهلي بيحقق بطولات وبيكسر أرقام، لكن في نفس الوقت بيتعرض لأصعب التحديات. في الحلقة دي هنغوص في كل تفاصيل الموسم اللي من وجهة نظري كان الأرخم في الدوري المصري، مش بس للأهلي، وهنشوف ازاي الفريق فات زي القطر وحقق البطولات، وهنكتشف مع بعض هل التحديات اللي واجهها الفريق كانت أكبر من إنجازاته، وهل الصفقات الجديدة هتكون نقطة تحول للموسم اللي جاي. هنتكلم عن كل ده وأكتر، فخليكم معانا عشان تعرفوا كل حاجة عن موسم الأهلي 2023-24. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تفضل معانا في كل جديد من المستديرة. موسم 2023-2024 كان مليان بالأحداث اللي خلت جمهور الأهلي يعيش كل أنواع المشاعر، من لحظات الفرح بالفوز بدوري أبطال أفريقيا للدوري اللي حسمه قبل نهايته بأسابيع وخسارة الكاس الإفريقي، لحد الإصابات اللي ضربت الفريق في أوقات حرجة. يلا استعد كده معايا عشان اللي حصل مع الأهلي في موسم كامل أنا هلخصه لك في كام دقيقة بس. الموسم بدأ بأمل كبير، جمهور الأهلي كان حاطط عينه على كل بطولة، مستني من الفريق أداء يليق بتاريخه. الأهلي بدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا زي ما عودنا، مر من الأدوار كلها زي السكينة في الحلاوة، وفي الآخر وصل لنهائي الكبير وكسب قدام الترجي 1-0، والبطولة بقت في الجزيرة والدار بقى أمان، وبقى زعيم أفريقيا للمرة ال12 في تاريخه. وده ما كانش فوز كده والسلام، لا ده كان ليه طعم تاني، لأن الأهلي زي ما بيقولوا كان بياخد حقه من الترجي بسبب نهائي نسخة 2018. نيجي للدوري المصري اللي كمان ما كانش سهل، تلاحم المباريات والضغط كان كبير بسبب ان ماتشاته كانت متأجلة، بس الأهلي قدر يحسم اللقب قبل نهايته بأسابيع، ودي تعتبر المرة السادسة للأهلي انه يحسم فيها اللقب قبل انتهائه ب3 ماتشات، وحصل ده قبل كده في موسم 1985 86 1997 98 1998 99 2006 2007 2009 2010، وبكده يكون أخد الدوري للمرة ال44 في تاريخه. بس كان انتصار ممزوج بعدم الرضا، علشان الماتش اللي هاتك بيه الدوري خسر فيه من مودرن سبورت 2-1. بس الأهلي كان بالنسبة ليه الدوري بيتلخص في ماتشين بس، وهما ماتشين بيراميدز، وده لأنه بيراميدز كان متخيل إنه ممكن لأول مرة في حياته ياخد الدوري، بس الأهلي قدر يكسبهم رايح جاي. الماتش الأهلي كسب الأهلي فيه 3-2، والماتش التاني كسبه 1-0. أما الأهلي ده صحيح نادي سايكو، هوايته المفضلة يرسم لك أسوأ السيناريوهات عشان يكسر أي فريق يفكر ينافسه، بيديك الأمل كل مرة ويخليك تحس إن الكورة في ملعبك، وإنك خلاص تكة وتحقق اللي بتتمناه، ويسيبك تجري وتلعب، وفي اللحظة اللي تحس فيها إنك قربت توصل بيلغي تذكرتك ويرجعك لنقطة الصفر. والحقيقة إن دي من أمتع السيناريوهات اللي نحب نشوفها في الكورة. وبعد ما بيراميدز كان محدش قادر يوقفه وكان عامل سلسلة فوز متواصلة، جه الأهلي وعطله، وكان في عز ضغط الماتشات، واللعيبة حياتها كانت عبارة عن معسكر وماتشات واستشفاء علشان الماتشات اللي بعدها وهكذا. وبالنسبة لو رجعت للفيديوهات اللي فاتت هتلاقيني متكلم عن خناقة الشيبي والشحات اللي حصلت بينهم في الماتش، وكان في تحليل للماتش كمان. وخليني أضيف لك وسام أبو علي في قائمة الإنجازات للموسم ده، إذا ما كانش الإنجاز الوحيد من وجهة نظري. لعيب صغير دم جديد غير في هجوم الأهلي، وبقت الجماهير مش مصدقة إن الأهلي عنده مهاجم وبيجيب جوال كمان. الواد بيدافع وبيستلم وبيعمل بساطة لف في حرير، بيلقط الكورة وبيتحرك معاها ويجيب هدف ماشي، هدفين شغال، هاتريك وماله، مفيش حاجة بتوقفه، الله أكبر يعني. وسام في أول موسم ليه واخد هداف الدوري ب18 هدف، وكان مش بيلعب من أول الموسم. أمال لو كان بيلعب بقى كان هيطلع نار في الملعب ولا إيه؟ ده كله ولعب بس 19 ماتش. شفت بقى إنه عندي حق أقول عليه من أهم إنجازات الأهلي في الموسم ده. وزي ما كان في إنجازات كان في أكيد شوية إخفاقات في النص كده، زي بطولة كاس السوبر الأفريقي اللي خسرها الأهلي من فريق اتحاد الجزائر، لأن الحلو ما بيكملش. وبالمناسبة اللي جاب هدف الفوز هو زين الدين بالعيد بضربة جزاء، الصفقة اللي الأهلي وجماهيره كان نفسهم تتحسم لينا الموسم ده. وعشان مش كل حاجة كانت وردية والحلو مش بيكمل، لازم حاجة تنكد كده في النص، وهي طبعا الإصابات اللي بقت كابوس الموسم ده. علي معلول واحد من أهم لاعبي الفريق اتعرض لإصابة مؤثرة في رجله، والجبهة اليسرى بقت من غيره مش زي الأول، وإصابة طاهر محمد طاهر. ولما قربنا على نهاية الموسم جت إصابة كريم فؤاد بصليبي علشان تزود البلة طين وتعكنن على الجمهور. التلاحم الكبير في الماتشات كان هو السبب الأول في الإصابات دي، وده خلى الفريق مضطر يلعب على أعصابه ويوازن بين البطولات المختلفة. ومش بس كفاية علينا إصابات، لا ده كان في انتقالات للاعيبة مهمة.
وده ظهر تأثيره في لعب الأهلي في الفترة الأخيرة، زي أليو ديانج اللي كان أسد نص الملعب وراح الدوري السعودي، وعبد المنعم كان حرفيا قلب الدفاع راح الدوري الفرنسي، وكمان موديست وعبد القادر اللي ما كانش حد متوقع إنه يمشي. والأهلي كان لازم يتحرك في سوق الانتقالات عشان يقدر يغطي الثغرات اللي حصلت بسبب الإصابات والرحيل. الفريق ضم يوسف أيمن ويحيى عطية الله، صفقتين كانوا حديث الساعة. الجمهور مستني يشوف ازاي اللاعبين دول هيقدروا يضيفوا للفريق في الموسم الجديد، وما اقولكش على الحماس الرهيب للجمهور علشان يشوفهم في ارض الملعب. ده غير صفقة بن رمضان اللي منتشرة الفترة دي زي النار في الهشيم، والجمهور مستني يتعلن عن الصفقة ويعرف اذا كانت تمت ولا لا. امتى ماتش الاهلي الجاي وهيكون قصاد مين؟ والله هو المفروض بعد ماراثون الدوري ده يكون اول ماتش للاهلي قدام فاركو يوم الثلاث في الدور ال16 لكاس مصر، بس النادي كان حاسس بضغط جامد على الفريق واللعيبه واعتذر عن تكمله البطوله، وكمان اعتذر عن انه يبعت اللعيبه لمعسكر المنتخب غير في اول ديسمبر. وكده بقى اول ماتش رسمي للاهلي واول خطوه بعد الدوري المصري تكون في ابطال افريقيا الدور ال 32 مع الفائز من ماتش جورماهيا الكيني امام المريخ جوبا بطل جنوب السودان. وده لانه الكاف اعلن استثناء الاهلي من لعب المرحله التمهيديه من دوري ابطال افريقيا للنسخه الحاليه، ما هو بطل افريقيا النسخه اللي فاتت بقى وكده. واللي هيفوز من المريخ او جورماهيا هيقابل الاهلي في 14 سبتمبر الجاي بره القاهره، وماتش العوده هيكون في القاهره في 21 سبتمبر، اللي بالمناسبه قنوات بين سبورتس هتكون الناقل الحصري لكل ماتشات ابطال افريقيا، وفي قنوات مجانيه هتنقلها وهقول لك عليها الحلقه اللي جايه. وفي الاخر الموسم ده كان مليان بالاحداث، انجازات كبيره وقرارات مؤثره، بس اهم ما فيه انه الاهلي قدر يحقق اللي كل جمهوره كان بيحلم بيه، وغيره طالع بموسم صفري حرفيا، لكنه برضه واجه تحديات كبيره. التحديات لسه مستمره، والموسم اللي جاي مش هيكون سهل، وقال الصفقات الجديده والتجهيزات هتقدر تعوض الغيابات وتبني فريق اقوى، ونشوف اهلي بشكل يقدر يكرر نفس الانجازات في الموسم اللي جاي. شاركونا برأيكم في الكومنتات، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتركوا في القناة عشان تفضلوا معانا في كل جديد. سلام.